حبايبي ومتابعيني على قناتي انا وبناتي اماراتي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل المدمس كما قال الكتاب. شويه فول مدمس هنعملهم في الحله مش في دماسه، بس شايفين شكلهم هيطلع ازاي؟ هيطلع بالجمال ده. تعالوا كده نشوف احنا هنعمل ايه. بس قبل ما ندخل في المقادير وهنعمل ايه في الفول، ما تنسوش بقى ايه اللي اول مره يشوفنا يا ريت يشترك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصله كل جديد. تعالوا ندخل نشوف هنعمل ايه. حبايبي النهارده عشان نعمل الفول المدمس انا عندي هنا نص كيلو من الفول المدمس. لو في حبايه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده دبلانه كده المفروض نطلعها عشان دي في الغالب ما بتستويش. كل اللي هنعمله ان احنا هنغسل الفول كويس وهنحط عليه لتر ميه وهنسيبه من 6 ل 8 ساعات او ممكن تبيتيه من بالليل للصبح. احنا هنعمل النهارده الفول في الحله، مش هنعمله في الدماسه، هنعمله في الحله وهنشوف هيطلع ازاي. نحط بقى عليه لتر ميه ونبيته من بالليل للصبح ونشوف هيحصل ايه. وانا حبايبي انا غسلت الفول وحطيت عليه الميه، احط عليه اي حاجه اغطيه واسيبه من 6 ل 8 ساعات او بيته من بالليل للصبح. ودي حبايبي بقى الفول بتاعنا بعد ما نقعناه طول الليل بقى بالمنظر الحلو اللي انتم شايفينه ده. نقعناه كده وغسلناه وصفينا الميه اللي فيه بقى بالمنظر الحلو اللي انتم شايفينه دون. احنا هنعمله النهارده في الحله ان شاء الله، بس هيطلع 100 100. عندي هنا ليمونتين معصورين بالمنظر دون. عندي هنا حوالي 8 كيلو من العدس، عندي جزرايه، عندي قطايه، عندي بصلايه، عندي كام فص من الثوم، وعندي هنا كمان بيكنج صودا بيكنج باودر اللي عندك. المعلقه البيكنج باودر دي او البيكنج صودا هتخليه ما يسودش عشان هو في الحله. انا هحط كميه ميه اكبر شويه من المفروض ان انا احطها له، علشان انا لما اقفل الحله وهو يغلي مش هفتحها تاني الا لما يستوي. ماشي، تعالوا بقى معانا نشوف واحنا بنحطه في الحله. وعندي هنا في الحله هنزل بالفول بتاعي كله، هنزل بكميه الفول اللي عندي كلها. انا صفيتها وغسلتها. دي ميه بتغلي يا جماعه، دي ميه بتغلي. هنزل عليه بقى بكل الحاجات اللي عندي، كل الحاجات اللي عندي اللي احنا قلنا عليها، اللي هي عباره عن ايه؟ عن قطايه، بصلايه، 8 كيلو من العدس او نص كوبايه تقريبا، فصين من الثوم وبصلايه، ومعلقه صغيره او نص معلقه صغيره من البيكنج باودر او البيكنج صودا، دي علشان تحفظ لك على اللون بتاعه ما تخليهوش يسود. الميه عندي بتغلي، انا هقلب كل الحاجات دي مع بعضها كده واغطيها. وكمان هحط ايه؟ عصره الليمون اللي عندي دي تحفظ لي لونه برده. نقلب كل الكلام ده مع بعضه ونسيبه يغلي. اول ما يغلي بقى هنشوف هنعمل ايه. نسيبه يغلي غلوه كده بس قدامنا. حبيبي اهو اول ما الفول بتاعنا يبدا يغلي بالشكل دون، هبدا هعمل ايه بقى؟ اروح جايه موطيه خالص النار واروح جايه مغطيه. ده على فكره مش ريم، دون مكان البيكنج اللي انا حاطاه. البيكنج ده عشان يحفظ لي لونه ما يبقاش اسود، وبيساعد كمان في التسويه. اروح جايه عامله كده. كمان بقى اجيب ورقه فويل كده، اجيب ورقه فويل ونقفل. النار تبقى ايه؟ شمعه. هنقفل كده كويس جدا والنار تبقى شمعه. بقى اسيبه ايه؟ ساعتين 3 كده على نار شمعه هادي خالص خالص، اوطى من الرز كمان. النار بتاعتي تبقى اوطى من الرز سوري. ونسيبه بقى، واول ما نفتح عليه اوريكم سوايه بقى شكله ازاي. حبايبي بقى وبعد ما عدى علينا 3 ساعات على الفول، تعالوا بقى نشوف الفول بتاعنا شكله ايه في الحله. بسم الله بسم الله. بس ايه، خلي بالك عشان ده ايه؟ سخن نار، سخن نار نار نار. شيل دي كده على جنب ونشوف بقى ايه خلتنا الحلوه. واو، انا عايزه اعمل لكم بس زوم كده على الحله
على الفول. الله، هوريكم كده بالفول بقى كده شكله ازاي. بسم الله، شايفين الشكل الجميل ده؟ الله، ولا حتى فول العلب. شايفين شكله قمر ازاي؟ الفوله ما اسودتش، طالعه مستويه زبده، طالعه مستويه ما شاء الله زبده. شايفين شكلها؟ شايفين زبده. احنا كده بعد 3 ساعات على نار هاديه خالص، الفول من تحت زي من فوق اهو زبده. ولا تقولي بقى ايه يعني، لا بتاع العربيات ولا بتاع العلب ولا اي حاجه. فول بيتي حق ربنا. لايك وشير والدنيا هايله. شويه فول روعه الروعه، وفي الحله ولا قدره ولا دماسه ولا الكلام ده كله. تعالوا بقى نغرف كده ونعمل بقى شويه فول بالزيت، عشان هو ده المتاح حاليا دلوقتي. كان نفسنا شويه فول بالزيت ده كده، السمنه البلدي، بس احنا صايمين زي بعض. نعمل شويه فول بالزيت كده والليمون. وادي بقى يا حبايبي طبق الفول بيتكلم عن نفسه. طبق فول حكايه. يا سلام بقى بالزبده كده، ولا بالزيت الحار، ولا بالطحينه كده، ولا نعمل شويه فول بالقوطه من البيت بقى. حاجه تحفه تحفه تحفه، ما تقولوليش. وفي الحله من غير دماسه ومن غير حاجه. يا ريت تجربوه، اللي شاف الوصفه بتاعتنا يجربها ويقول لي ايه رايه فيها. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كل. على فكره الباقي هحطه في اكياس واحطه في الفريزر، يعني الكميه النص كيلو طبعا احنا مش هناكل ده كله النهارده، هحطه في الفريزر. ما تنسوش اللايك والشير، بحبكم جدا، واشوفكم في وصفه احلى. باي باي.